تفضل السيدة بإلقاء كلمة. رحيم من مامۆستا دەریان مامۆستا لە پەیمانگەی خوشحاڵم کە ئەمڕۆ لێرەم بووی کە نقطەیەک لەبارەی پەیمانگەی لێەوەی بەڕێزڵاوگەیانم. پەیمانگەی بۆ گاز و پترۆڵ ئەمە دامەزراوێکمان هەیە پێشەنگە کە لە ساڵی 2013 لە پایتەختی هەرێم لە شاری هەولێر بناغی دانراوە بە شانازیەوە خاوەنی سیستەم و مەنهەجێکی نێودەوڵەتین کە لەلایەن وەزارەتی پەیوەندیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە متمانەمان پێدراوە و پەسەند کراوین. ئەوەی کە پەیمانگەی ماد لە دامەزراوەکانی تری هاوشێوە جیا دەکاتەوە بە یاردانی بێوێنەیە بەلایەنی پراکتیکی لە پرۆسەی فێرکردندا. لە یەکەم ڕۆژی کارکردنمانەوە گرنگێکی بێهاوتامان داوە بە دامەزراندن و چالاکردنی کارگە و تاقیگە پێشکەوتوەکان بە جۆرێک کە نیوەی وانەکان لە 50 بە شێوازی کردداری لە تاقیگە تایبەتمەندەکان و کارگە پشیەکاندا بەڕێوە دەچن. هەڵبەت ئەم میتۆدە نوێیە بەرهەمی دیاری هەبووە. بەشێکی بەرچەو لە خوێندکارانمان ڕاستەوخۆ دوای دەرچوونیان لە دامەزراوە حکومی و کەرتی تایبەتەکاندا دامەزراون. هەروەها ئاستا بەرزە زانستیەکەمان دەرگای زانکۆ نێودەوڵەتیەکانی بۆ فێرخوازانمان واڵا کردووە کە بە ئاسانی لە زانکۆکانی دەرەوەی وڵات وەردەگیرێن و بە پلەی زۆر باش دەبنە خاوەنی بڕوانامەی ئەندازیاری. جێشانازیمانە کە پەیوەندی استراتیژیمان لەگەڵ کۆمەڵێک لە زانکۆ پێشەنگەکانی جیهان هەیە. لەوانە زانکۆی مێدیپۆل لە ئەتاتورک و لە تورکیا، زانکۆی ئەمیرکەبیر لە ئیران، چەندین زانکۆی ئازبەرزی تر لە رووسیا و وڵاتانی دیکە. ئەم هاوکاریە نێودەوڵەتیانە دەواازێکن بۆ گۆڕینەوەی زانیاری و شارەزایی بەرزکردنەوەی ئاستی فێرکردن لە پەیمانگاکەماندا. یەکێکتر لە دەستکەوتە بەرچاوەکانمان ئەنجامدانی فستیڤاڵی ساڵانەی زانستیە کە بۆتە پردێک بۆ پەیوەندی نێوان ئەکادیمیا و پیشسازی. هەروەها دەرکردنی گۆڤارێکی تەکنیکی تایبەتمەند هەنگاوێکی پراکتیکیە بۆ دەرخستنی توانای قوتابیانمان و گۆڕینی بیرۆکەی داهێنەرەکانیان بۆ پرۆژەی کردداری. دوایین بەرەوپێشچوونی استراتیژی ئێمە وەکو پەیمانگای ماد دامەزراندنی هاوبەشیەکی نوێیە لەگەڵ کۆمپانیای عەشتار. ئەم دامەزراوە بەتوانا و پێشەنگە کە بۆتە هاوڕێ و هاوڕەهەندی گەشتەکەمان پێکەوە ئامانجمان ڕاهێنانی کادیری شارەزای کووردا لە بواری نەوتدا بە ئامانجی زیادکردنی دەستی کاری خۆماڵی و کەمکردنەوەی پشبەستن بە کارمەندانی بیانی لە کارگا کێڵگا نەوتیەکانی هەرێمدا. لە کۆتاییدا سوپاس و پێزانینی تایبەتمان دەخینە بەردەم حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی کابینەی نوێمی حکوومەت بۆ ڕەخساندنی ئەم هەلەزێڕینە و ئەم پشتگیریە بەردەوامەی کە بۆتە هاندەر و پشتگەرمی بۆ دامەزراوە خۆماڵیەکان. ئەم پشتگیریە ڕێگای کردوێتەوە بۆ بەرهەمهێنانی کەلوپەلی خۆماڵی و هاندانی توێژی هەرێم دەبێتە دەرەنجامی ئەم میکانیزمی کارکردنە. دەستان خۆش بێت. سپاسان دەکەم. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحدث المميز الذي يجسد التزام شركة عشتار للتدريب والتطوير وتنمية الموارد البشرية بالارتقاء بمستوى الكفاءة وتحقيق التنمية الصناعية العملانية. اعذروني ارتجالي في مرات أقيد في كلمات فاعذرونا عليها، ما مسويها سابقا، بس مهندس أحمد. منذ انطلاقنا وضعنا نصب أعيننا رؤية واضحة تهدف إلى تقديم برامج تدريبية رائدة في جميع القطاعات وتواكب التطورات العالمية. واليوم وبكل فخر نعلن أننا نجحنا منذ عام 2010 ولحد الآن إلى تدريب أكثر من 10,000 متدرب على عموم العراق في مختلف التخصصات والقطاعات. واللي يسعدنا هواية انه هذول حوالي 70% منهم حاليا في سوق العمل مع اكبر الشركات النفطية اللي موجودة في جنوب ووسط العراق. ولأن التميز هو نهجنا كشركة عشتار
وشركة أشتار للمعلومات هي الشركة الوحيدة اللي حصلت على المستوى الذهبي من أكاديمية السلامة والصحة المهنية في أمريكا، وهو إنجاز يمكن ويؤكد التزامنا الصارم بمعايير الجودة والسلامة المهنية. كما نواصل توسيع نطاق عملنا، ويسعدنا أن نعلن اليوم عن شراكتنا مع معهد الدولي النفطي، والتي أتاحت وستتيح لنا فرصة التوسع للعمل في مجال التدريب وتأهيل الشباب في أربيل وعلى عموم إقليم كردستان. شركة أشتار حاليا عندنا 3 مقرات تعمل في البصرة على إطلاق برنامج، وهذا البرنامج أعد من قبل سنة تقريبا أو سنتين. البرنامج يطلق عليه برنامج توطين، اسمه مستوى العراق إذا كان في الإقليم، وإذا كان في أي محافظة أخرى. عدد الخريجين العاطلين عن العمل بكمية غير متناسبة أبدا مع سوق العمل بالعراق. كل الشباب اللي يتخرجون يتعين، وماكو حكومة بالعالم تقدر تعين سنويا في 150,000. يعني وين توديهم؟ هو ساعة المبادرة المقنعة حوالي 60%. فهذا استنزاف إلى المال العام. نريد ندرب الشباب مالنا. هذول الشباب ما عندهم فلوس، ما يقدر يدفع اجرة ولا عنده يدفع لللوجستيك والتنقل. شلون تنساعد على شركة أشتار؟ أنا أحمد شلال، دكتوراه بالهندسة الكيميائية، تقريبا بحدود 11 سنة أشتغل مع شركة أجنبية بالجنوب العراق بالبصرة، وهذا يعزز رأيي اللي قال أستاذنا أستاذ طلال. يعني فعليا خلى يده على الجرح، هو أستاذنا ومشتغل وياه. فإحنا الحكي اللي أو الرؤية اللي إحنا جايين بيها جاية من ميكس من تجربة أستاذنا أستاذ طلال مع الموجودين. أغلب الموجودين أساتذتنا استاف التدريب هم مشتغلين مع شركات أجنبية، تكاد تكون ممكن صينية، روسية، أمريكية، بريطانية. فإحنا بصراحة من منطلق اعتزازنا بشبابنا ونقل التجربة لهم، اجينا بهيج رؤية، وإن شاء الله تكون طموحة وتلبي احتياجات الشباب إن شاء الله. فإحنا عندنا بعد إذنكم بس خلي أفتح البرزنتيشن. عندنا نشاطات أشتار بالفترة السابقة، مع إنه إحنا بالضبط السيكتورز اللي إحنا مركزين عليه. اشتغلت؟ فبرامج التشغيل الشركات العالمية الأجنبية بالنسبة لأنظمة السلامة بدورات التدريب والتشغيل النفطي، فهو منهج شركة أشتار أنه تواكب التطورات الموجودة بالشركات الأجنبية وتنقلها بالتدريب خلال الشباب الجدد. الجروث استراتيجي معروف، هو احنا نطبق مفاهيم جديدة للجروث استراتيجي. نحاول انه التريننج بروجرام الاستراتيجيز بالنسبه للتريننج بروجرام بالنسبه لافضل الشركات العالميه، شلون يفكرون، شنو الاساليب اللي يطبقوها لتدريب الشباب وتطويرهم. ودائما هو continuous innovation sustainable، يعني
الانوفيشن الابتكار المستمر راح ينطي ديمومه بالنمو. فالانوفيتيف مثل ما قلنا احنا بصراحه اغلب او اعلى مستويات السلامه بالشركات الرائده، واحنا مثل ما قلنا احنا مدربين شركات اجنبيه مثل شركه بتروناس، شركات الجهد العراقي، شركه الحفر دايو الكوريه، شركات الجهد العراقي اللي هي شركه الحفر العراقيه، شركات هواي كلش هواي شركات باغلب المحافظات. مينلي احنا برامج التدريب مالتنا هي ممكن تكون سبريد، يعني هي متوزعه بكل السكتورات، بس مينلي احنا تقريبا يقسم البرامج التدريبيه الى 3 سيكتورز. السيكتور الاول اللي هو مختص بالسلامه، السلامه المهنيه، واللي هي برامج السلامه المهنيه، دبلوم السلامه، اخصائي السلامه بكل مستويات. اذا كانت بالبرايمري اللي هو السلامه بالانشاءات، السوبرفايزر، مدير السلامه، وحتى استشاري السلامه اللي هو السيفتي ادفايزر. توصل الى ريجوليشنز بالنسبه للكونستراكشن وغيره. السيكتور الثاني من البرامج اللي هو التكنيكال. أنا قررت انه احنا من خلال تجربتنا بالنسبه للشركات فعلا احنا باحتكاكنا بالشركات الاجنبيه كونا برنامج اللي هو خاص بالتكنيكال سايد from A to Z بالنسبه للعمليات النفطيه، يعني وهذا يعنى بالجانب المهني مو اكاديميك، يعني هو هذا يربط بين الاكاديميك وبين واقع التشغيل. من الزيرو بالنسبه للانتاج، يعني من الحفر ثم الانتاج ثم البروسيسنج ثم المعالجه ثم حتى الدوكيومنتيشن والكنترول بالنسبه له ومعالجه المياه بعدها. فهذا برنامج متكامل تقريبا يجزأ الى 7 اجزاء مفصليه يتم معالجه الماء، الكيميكالز اللي تحقن بالنسبه له. فهذا البرنامج هو كامل متكامل بالنسبه تكنيكالي سايد لانتاج النفط from A to Z. السيكتور الثالث بالنسبه للبرامج التدريبيه بالنسبه لشركه عشتار هو الليدرشيب والكوربريت تريننج والمانجنج، سوالف البزنس، يعني عمليات التجاره، عمليات القياده وتطويرها، التي او تي، الببليك ريليشنز. هذا برنامج مجموعه برامج هي مفصله عباره عن معنيه بالاداره، باداره الاشخاص، باداره الموارد، بالموارد الماليه، بالسكرتاريه، التشغيل والى اخره. هذا احنا بصراحه يعني احنا نقول ليش عشتار؟ يعني ان شاء الله بالمستقبل راح يبين ليش عشتار، بس احنا نعتز انه يعني نعرف نفسنا من خلال تجربتنا بالنسبه لي. بسيط على البرزنتيشن اللي صار يعني انا قد يكون حديثي مطول عليكم بس مليان، وهالامر مليان لازم تسمعوني. شركه عشتار الشركه الوحيده والاولى بالعراق اللي اشتغلت على مجال الايزو سيرتيفيكيشن. احنا شركه عشتار وانا المتحدث
عندي 54 شركة بالعراق أنا مانحهم شهادات العزو على كافة القطاعات. عندي معامل أدوية، شركة طيران، شركات ألغام، شركات خدمات نفطية، معامل مياه، تعبئة المياه. مجموع المشاريع اللي اشتغلتها 54 مشروع في جنوب ووسط العراق. احنا كان عندنا النية انه نفتح فرع في اربيل عام 2014، وكان البورد اللي جاي من امريكا ومن انجلترا اللي يمول الفرع هذا قعدنا في فندق كانيون، صور كلكم تعرفون، وبقينا حوالي 10 ايام، كملنا التريننج وطلعنا لنختار المكان. وكان البورد موافق لانه كانت ذاك الوقت تعتبر اربيل جرين اريا سيف، ما كان مشاكل. حظنا المتعثر ورا ما طلعنا وجدت قبل ما تجي الموافقه صارت احداث داعش. وصارت احداث داعش تتذكرون اول ما ضرب المطار فهربت كل الشركات الموجوده حتى شركه داناتا بالمطار. فخسرنا الدعم اللي موجود من انجلترا للفرع، ولا احنا كنا مشتغلين من 2014 هنا. في مجال الايزو سيرتيفيكيشن انا اسال ممكن انتم كواحد ما عندكم سيرتيفيكيشن الايزو؟ لا الايزو هذه علامه عالميه. يعني انا لازم اكو شهادات ايزو خاصه بالتعليم، المعاهد والكليات، مراكز تدريب، فتعطي الاعتماديه عالميا انه انت you are following the procedures الانترناشونال، انه انت قاعد تطبق معايير عالميه. احنا شفناها هذه ما موجوده كانت الثقافه بالعراق، بس وجدت في جنوب ووسط العراق لاسباب. اي شركه تيجي تسوي تندرنج تقدم على اي مناقصه مع الشركات الاجنبيه يقول لها لازم عندك ايزو. فكانوا يحرجون عقد ب 3-4 ملايين دولار يقول له لازم عندك ايزو. وني بالله العظيم ابني موجود كان يجون يبوسوني ايدي $100,000 بس اعطيني الشهاده. واني وحق هذا ما كنت ولا اسويها لانه بها سمعه. انا وكيل الى اكبر مؤسسه امريكيه في منح شهادات العزو. فهذول كانوا يخسرون تنادر بملايين الدولارات لانه ما يريد يصرف له 10 $15,000 حتى هي احنا العراقيين هذا يعني جيب لك علاقه وخلي بيها الشغل لو تشيس هذا وتطبق. يريد يشتغل ب 10 ملايين و 15 مليون مشروع ويخاف يدرب الستاف ماله فد 15,000 هذا ياخذ شهاده العزو. وبعدين الله كريم وتجينا شركه لبنانيه سوريه صينيه يشتغل بالملابس وبالعتاقه ويجي ياخذ من عندنا مشروع. والله انا ترى عندي عزو. بس انتم تشوفون الفضايح، مشروع ب 700 مليار وتطلع شركه مو مسجله وعنده محل قاعد ورا. فتعقيب الى هالنشاطات، نشاط العزو نشاط كلش مهم. عندنا سكترات لازم نشتغل عليها. لازم نشتغل على المختبرات اللي بيها كوارث، المختبرات الصحيه، مختبرات الفحص الاشعاعي، المستشفيات، مراكز الفحص الاشعاعي، السونار وربوحهم، هذول كلهم لازم لهم شهادات. فنادق، معامل الارضي. فهذا السكتر احنا اشتغلنا به وراح نرجع اكبر ان شاء الله، لانه عندنا تفاهمات ويا ادارات محليه وحكوميه انه نشتغل بهذا للسيطره على الهدر اللي بيصير بالمال وحياه الناس. في مجال الصحه والسلامه اللي احنا بنحكي فيه، انتم لاحظتوا خلال قبل اسبوعين او 3 الحادث الكبير اللي صار في احتراق وانفجار خزان مال البي بي في جنوب العراق والبصره، اللي كلف مليارات، واللي كان الله سترهم صار يوم جمعه ماكو موظفين، ولا كان راحت بحياه فد 150 شخص. هو بروسيجر سهل، كلهم تجاوزوا التعليمات وكلهم تجاوزوا معايير السلامه، وصارت كارثه يوميه حوالي 300,000 كان اي تقريبا يعني كبير. فهذا راح يرجعون عندنا.
فهذه اللي احنا اللي تعلمنا بها. تحكي بس. شكرا جزيلا استاذ. نبدي بالاسئله وننطلق من دكتور. حضرتك يعني احد الكوادر التدريسيه في معهد ماد، كيف ترى واقع الطلبه الخريجين في معهد ماد يعني بعد التخرج، وكيف هي آلية التواصل مع خريجي المعهد لما بعد مرحلة التخرج؟ هل هناك برامج إعداد؟ هل هناك برامج تأهيل للخريجين؟ كيف تنظر إلى هذه الفقرة؟ أول شيء اسمحوا لي بس أوضح شيء على قسم النفط بمعهد ماد. به اختصاصين، اختصاص الدريلنج اللي هو الحفر، والاختصاص الثاني هو تصفية النفط اللي هي الريفاينري. وغرضنا استاذ احمد ان نعد كوادر وسطيه، وهذا المهم طبعا بصناعه النفط، كوادر وسطيه متسلحه بالثقافه. شلون متسلحه بالثقافه؟ لانه اذا اني اجهز اخرج خريجين بالجانب العملي ممتازين، بالجانب النظري ممتازين، بس ما عندهم ثقافه التعامل مع الاشياء. التعامل مع الاشياء انه انا لما اروح الحقل النفط او المصفى النفط وأنا ما أعرف المراحل اللي ممكن يمر بها العامل المجال النفطي. بصناعة النفط 3 مراحل هاي المعروفة، إنه الأب ستريم وميد ستريم داون ستريم اللي هم الإكسبلوريشن الاستكشاف، بعدين البرودكشن الإنتاج، بعدين الثانية اللي هي أما الشيبينج البيع والشراء أو التصفية. الآن بالنسبة لخريجينا إحنا صراحة عندنا مختبرات ممتازة جدا وستاف على مستوى جيد جدا. نحاول نبذل اللي نقدر عليه انه نسلحهم بالعلم. تبقى الجهه المساله الثانيه مساله انه شلون نكتسب من ثقافه. اذا كان عندنا بهذا الاتفاق ان شاء الله يكون انه راح نسوي تواصل المرحله الثانيه، نتواصل ويا طلابنا بعد ما يتخرجون، نحاول نوجههم انه يتعلمون معناه انه شلون يشتغلون سيفلي، يعني شلون يشتغلون بشكل امين، من خلال معرفه خطوره الحرائق مثلا على الحقول النفطيه. اذا لا سمح الله صار حادث، هو شنو الاسباب والمسببات وشلون العلاج وشلون ممكن ان اتفادى هاي الامور اللي تصير. زائدا انه بالنسبه لخريجينا احنا نطمح انه نحصل لهم تدريب اعلى، نعدهم مو كقاده، نعدهم كاستاف متطور للصناعه النفطيه بالاقليم، وهذا اللي نرجوه ان شاء الله من خلال تفاصيل. لاحظنا مثل ما تفضلت حضرتك اكو عندنا فقرتين كلش مهمه. فقره الموظف العامل اللي موجود حاليا يشتغل في كل منشاتنا، في حتى في الدوله في المراحل الموجوده بالدوائر البسيطه. العالم يشتغل ب 2025 1 2 3 4 خليها على فد نمطيه معينه، انت تكمل رقم 2 حتى تنتقل للثالث. احنا اللي موجوده عندنا المزاجيه ينتقل من 1 إلى 10، يحرق له في 7 8 مراحل، وهاي الاخطاء اللي صارت عندنا. عمليا انا من ادرب شباب اذا كانوا خريجين او غير خريجين حتى يدخلون في مجالات هاي العمل، لما يروح الى هاي المؤسسات والدوائر الخراب والفساد شلون يشتغل؟ فتشوفه يكون مكروه، لان هذا عنده عقل وجهه جديد ومدري شنو، يبدا يتحارب، يظلون يكبسون عليه الى ان يخلوا ضوج بطل الدائره طلع. فاحنا شغلنا مثل ما تعرف كل زين، احنا اشتغلنا ويا الشركات النفطيه الحكوميه، نفط البصره، نفط الديقار، في الكوت نفط واسط، حتى في بغداد ويا مصفى الدولة. احنا اشتغلنا وياهم لتأهيل الناس اللي موجودة عندهم، واشتغلنا بنفس الوقت لرفد مسيرة العمل، انه الشباب ولا يحافظون مكانهم. هذا وصل عمره 60 ويطلع كافي، هذا ابو 20 سنة ممكن يتعين. طبعا يتعاركون هسه لا تزعلون عليها، احنا الكبار كلنا يتعارك حتى بقية 63 بهاي 3 سنوات. اذا انا طلعت متقاعدين اقدر بالفرق مال الرواتب مالتهم عايني في 20,000 واحد جديد. مثلا حضرتك انت قلت كلش حلو، واحنا عايشين من الكليات. انا عندي اتفاقيه ويا جامعه سور، عندنا اتفاقيه ويا جامعه النهرين، عندنا اتفاقيه ويا المركز الاستشاري بجامعه النهرين، ويا نقابه المهندسين الكيميائيين، نفس العمليه. مشكلتنا انه نجي من نصطدم الطالب من يطلع خريج آداب انجليزي ما يعرف ملك يقرا، يقول لي هذا شنو؟ او اليوغرت اللبن. زين انت شو خلصت 4 سنين؟
فما نستغرب يا دكتور، احنا من نعطي العلم نعطيه علم ناشف، بس شلون يشتغل؟ يعني اخواتنا اللي قاعدين ربة البيوت تقرا عليك بس لما تشتغلها تحترق بيدها من البيت، مو هيك 6 مرات. فالفكره مالتها انه دور الطلبه من ياخذ اكاديمي علم ونعطيه تدريب حتى يكتشف انه هو المدرسه شلون يطبقها. ايضا انه ممكن نخليه الامكانيات اذا متوفره ندخله الى المصافي او ندخله حقول النفوذ بعد موافقات معروفه، لكن اذا اجينا اخذنا او درسنا وركزنا على الريسكس، المخاطر اللي تصير بعمليه الدريلنج الحفر، هو مجرد حفر، مجرد انه نجيب الحفارات ونحفر البير وناخذ النفطات ونروح، لكن الطلاب اذا يتخرج هو يعرف بالضبط شنو المخاطر اللي ممكن يتواجه، مو بس سهوله انه نحفر بير ونجيب شركه نفطيه او احنا نحفره. ممكن لا سامح الله انه يصير انفجار بالبير، اذا ممكن انهيار بالبير، ممكن يكون الغاز اكثر من النفط، النفط اكثر من الغاز، لازم نتعامل وكل شيء على حده. المرحله الثانيه، مرحله الاخيره مو الثانيه حقيقه، اللي هي الداون ستريم، نوديه المصافي او نوديه ننقل عبر البوريات. بالمصافي عندنا تحديات كل شويه. بالمصافي لما نجيب النفط لازم نحلل النفط، نشوف المواد الموجوده المضره والمفيده وممكن شو وين يودينا اذا استعملنا مواد مو تمام. بعدين خلال عمليات التصفيه شو المخاطر اللي ممكن تواجهنا. لذلك احنا يا ريت من التعامل يا الاستاذ طلال، انسان معروف يعني ما راح قيماني، انه نركز على هذا، نعد اجيال تفهم بالضبط شو وين تحط رجلها مثل ما نقول، لانه بهالشكل هذا راح نعد الكوادر. واثني على كلام الاستاذ طلال انه راح شو امكانيات الطلبه خصوصا الخريجين الجدد تطوير الطلبه على يعني كيفيه التعامل مع احنا كنا طلاب وتخرجنا لكن ما نعرف شلون نلقي شغل، وين نتوجه، شلون نعرف نفسنا. ف نشكر على هذا الجهد. بصراحه انا هسه خلال دقيقه دورت على شركه عشتار لان كان جديد بالنسبه لي. ظاهر ان اي عنده معلومات كلش هائله عليكم وشركه موثوقه، فهذا يفرح بصراحه. سؤالي طرحت انه اكو شركات يطلبون ايزو من عندكم مستعدين يدفعون كميه مبالغ هائله. من جانب اخر شنو هذا شروطكم على اعطاء ايزو للشركات على مود يعني ما يجون يدفعون هالمبالغ؟ شكرا. على مرحله بالدراسه راح نوصل ناخذ البي اتش دي نصير فول بروفيسور، تمام؟ لما وصلت الى المرحله انت وصلت بالتوب. منظمه الايزو هي منظمه عالميه وانشئت بعد الحرب العالميه الثانيه، حتى في فكره بسيطه. الاتحاد الاوروبي بعدين صار. العماله المشتركه اللي موجوده في اوروبا والشركات كانت كل واحده تشتغل لحالها. فعقدوا اتفاقيه، قالوا احنا خلي ستاندرد. هاي الشغله بالكونستراكشن فور يعني على سبيل المثال انه من تشتغل لازم تشتغل بالمانيا وتشتغل بفرنسا وهون بالدنمارك وبالسويد، كلها تشتغل بنفس المعيار مع اختلاف الثقافات والجنسيات اللي موجوده. فاجتمعوا هاي المنظمه يعني حسب المعلومات اللي عندي سنوات، وما زالت لحد الان تصدر فيرجنات جديده وشهادات جديده حسب متطلبات السوق. يخلون معيار معين على سبيل المثال اللي هي البيسك والضروريه جدا اللي هي 9000 واحد اللي يسموها منظومه اداره الجوده، سيستم اداره الجوده، كواليتي مانجمنت سيستم. انا اجيب لك مثل بسيط حتى تعرف شنو المفهوم. حضرتك انت تشتري هذا بطل المي. بطل المي من تشتريه انت ب 100 150
تاخذ المختبر تحلله ب 10,000 حتى تشوفه صالح للشرب ولا لا؟ اي واحد سواها. ما معقول. هذه سلطات رقابه صحيه. الايزو بيش يختص؟ الايزو يختص من تجيب الامبوله على ما تطلع على البطل للانتاج بالليبلنج والمعلومات به لازم يمر ببروسيس عالمي. شنو البروسيس العالمي؟ انه انت تعرف الامبوله شلون جتي، المواصفه مالتها، شهاده المنشأ مالتها، وعمليات التصنيع اللي تصير عليها، بعدين يدخل بها المي ويطلع. اذا اكو بطل تسوي له ما ينفتح، مو؟ وتجي تفتحه طفر عليك مي بعدين. لانه هذا مستعمل ارخص نوع بلاستيك، ارخص نوع تفتحه، المي الايزو ما يدخل بالمي. هذه رقابه صحيه. الايزو يدخل في اجراءات الصناعه من الاي تو زد وحتى الخزن، ثم نقله الى المستهلك. يعني هذه المعامل اللي سويت لهم مال ايزو للمي كنت مسؤول وياهم الى الديستريبيوشن، الى التوزيع، وجبرتهم انه تخزن في مكان بعيد عن الشمس. واذا ماكو امكانيه المعمل قام يسوي مظله دعايه شايفيها في الخيمه، خلوها فوق الصناديق، لانه هذا يتاثر باشعه الشمس. وكل محلاتنا ما شاء الله تخليها بتنبوز برا يتفاعل البلاستيك ويا المي ويسرطن. بعدين اكو فد التفاته بسيطه، احنا لازم غير نحسن المنتج ونراقب الاداء، لانه بالايزو اكو عمليات انسبكشن واوديتنج عليها بعدين تقييم. هذا البطل اكو 10 شركات تشتغل بطل مي. انا اريد انافسك، انت احسن واحد تشتغل، اريد انافسك. حضراتكم واحنا كلنا نذب البطل، ما حد تلفه. فهاي الشركات المنافسه يروح يجمع الطالب وممكن يخلي بيها مي ملوث. اذا نزل وجبه 30 صندوق بالسوق من سين براند علامه معينه وتلوث وصارت بها تسمم، المعمل ينسد والغرامات عليه، وعندنا هاي القوامه العشاريه صرفت مليارين عليها. فقلت لهم اكو فد مثل كلش بسيط، الايزو يقول راقبوا هاي المساله، جيب البطل، اعلن كل من يجيب لنا 100 بطل فارغ انا اعطي 10 صناديق مكانها مجانا، فتبدي السيطره عليها. نعم دكتور، قصدي هو شروطكم، يعني انتم من تنطون ايزو للشركه، نعم. هل لديكم بروسس مال مراقبه ومتابعه؟ نعم. لو اخذ الايزو وبعدين راح؟ لا هسه شوف فهمت القصد. الايزو انت حضرتك تقدم شركه، احنا عندنا نحضرها بما يناسب عملك باختصاصك، بعدين ننتقل من تحضيرها الى عمليه تدريب العاملين في الشركه على تطبيق هذه الاجراءات. واكو تيم ليدر من الشركه موجود، نسوي الاوديت الاول، التدقيق الاولي، حتى نكتشف انه اكو فارق بالتطبيق. اذا اكو فارق بالتطبيق راح نسوي NCR، راح نسوي تقرير نقول نون كونفيرم انه انت لازم عندك خطا، عدل الاخطاء مالتك. نعطيه مهله 15 20 شهر يعدل الاخطاء مالته، راح نسوي الاوديت الثاني. الاوديت الثاني هو يصير الفاينل. انا جاي فاينل اوديتنج انه كل البروسيجرات اللي انطيناهم هي الاجراءات مطابقه الى الوثائق اللي هم وافقوا عليها ووقعوها انه راح يجروا بيها. هنا أنا راح يدي منح، اذا هم ماكو تسحب من الشهاده. بعد سنه عندك اوديت ثاني على نفس الشيء. بالاوديت الثاني اذا سويته وطلع ناجح اوكي، ما ناجح تتوقف الشهاده من المؤسسه، من تدخل على التحقق من هذا يقول لك توقفت واغلقت لاسباب فشل. هذا اللي بروفيسور، اكو بعد سؤال؟ حضرتك سؤال؟ شكرا جزيلا. شويه تحملونا لانه احنا فرصتنا. الحقيقه اريد نطرح مفهوم دكتور جديد انه من المخاطر. هذا فتح علم كلش كبير
يدخل في الاداره وبالمال وبالبنوك، بس اكو شغله كلش بسيطه كلنا احنا نسويها، بس هي تدخل تحت هاي المظله ما نعرفها. انت اليوم من طلعت الصبح الدنيا بارده، لبست كوت ولبست شو؟ الدنيا بارده. خليني اعرف نفسي ثار ضياء الدين، اني انترناشونال ماستر ترينر. حقيقه بخصوص التدريب احنا دائما نلاحظ، يعني انا شخصيا ادرب من ال 96 لحتى الان، بس اكو موضوع مهم احنا دائما ما ادري حضراتكم اذا عشتوا كان يعني تتابعوه، اكيد هذا الموضوع مهم، موضوع الامباكت اللي هو اخر مرحله من التدريب، انه شلون اني اسوي فولو اب واتابع الترينر يعني المتدربين، شلون اتابعهم وهم في مؤسساتهم او في شركاتهم او في مواقع عمل. هذا طبعا فالتحدي هذا الموضوع بسبب، اول سبب رئيسي هو مين ريزن، يعني انه سياسه عمل المؤسسه تمنع انه هذا الموضوع شلون اني اتابعه، لانه قد يتقاطع ويا البوليسي اللي يستخدموه بالشركه او المؤسسه. هذا الموضوع احنا كنا نعاني منه، يعني كمسؤولين عن التدريب اقصد. ليش؟ لانه انا ما اريد اوصل الاوتكم وخلاص، لا اريد اتبع من الاوتكم الى الامباكت. اكو فد مرحله مهمه، هذا بالاتفاق ويا المؤسسه اللي نقعد ندربهم، المفروض نقعد نخلي هذه التيرس اللي موجوده مهمه، انه في اخر مرحله ترى احنا نريد حتى، لانه بالايزو اللي خاص بالتدريب 10015 اخر مرحله انه انت ما راح يحسب لك هذه نجاح اذا ما انت فعلا توصل في دور الامباكت، انه وصلت الى الجولز اللي انت فعلا تريده لو ما تريده. فانا اتمنى انه واشوف هذا النجاح، وابارك لكم مقدما هذه التعاون والادمه يعني اللي قاعد تصير، بس اتمنى انه الاهتمام بهذا الموضوع يعني له اولويات، يعني في البرايورتيز بالشروط او بالتعاون يعني ان شاء الله. شكرا جزيلا. النجاح اللي تخليه بهالشكل هو هذا، انت توصلت الى مرحله. احنا بعملنا يعني اجيب لك في المثل وزين كلش دكتور، انا كنت استشاري سلامه في شركه الغام، شركه الغام كلها موت، شيء اللغم وشيء المقذوفات كلها موت. من خلصت 7 سنوات او 6 سنوات بدون حوادث، هذا احسن فولوينج اب وامباكت صار عندك، لانه انت يو ار براود انه ما حد مات ولا حد انجرح. مع هذا انه انت تعرف جنابك اكو كثير من المؤسسات والشركات والدوائر تمنعك من الوصول الى الحقيقه، فيرفض هذا النموذج. احنا عندنا صارت ويا شركات على سبيل المثال 6 راح نوقع اتفاقيه على بركه الله وان شاء الله ننجح، واحنا ما نخلي دائما يعني فشل قدامنا. يعني انا ابني قاعد موجود الحضور، كانت تصيب لي انتكاسات، يعني مثل واحد اللي وراها لو يحط لو ينتحر، بس ما كنت اعرف لازم نقفز جديد. فهاي القفزه الجديده ان شاء الله ويا واحد ما نوصل الى مرحله وتتكرر مع مناسبات اخرى كثيره. لا باقي لك، ناخذ بس الكفر الاخير. شكرا جزيلا.